السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مصطفى جمال وأنا الفوتبول شيف. انت تعرف الكرة دخلت مصر ازاي؟ طب تعرف الدوري المصري بدأ ازاي؟ طب تعرف مين صاحب فكرته وفكر في الفكرة دي ليه؟ لو عايز تعرف كل ده تعال وانا احكي لك. الكرة دخلت مصر في اواخر القرن ال19 عن طريق الاحتلال الانجليزي. كان وقتها الدوري الانجليزي خلاص بدأ واتعمل، واحنا عارفين ان الانجليز هم اصل الكورة. ابتدوا يلعبوها في معسكراتهم وبعد كده نقلوها للمدارس الاجنبية وخصوصا المدارس التبشيرية، وكمان كانوا بيلعبوها في النوادي اللي كانت بتخدم الجاليات الاجنبية، وبعد كده نقلوها للمدارس المصرية وفعلا الشعب المصري حبها جدا والطلاب المصريين حبوها جدا. ده كان سبب ان بعد كده يتأسس نوادي لكرة القدم زي نادي سكة الحديد 1903، نادي الاهلي مصري 1907، نادي الزمالك 1911، نادي الاتحاد السكندري 1914. اول بطوله اتلعبت في مصر كانت كاس السلطان حسين، ووقتها كان بيشارك فيها فرق مصريه وفرق اجنبيه. الكلام ده كان سنه 1917، والبطوله دي كانت مهمه جدا لان هي اول بطوله بتتلعب في مصر. وقتها كان لازم يتم تاسيس اتحاد كوره عشان يدير الكوره في مصر، وفعلا في 3 ديسمبر سنه 1921 تم انشاء وتاسيس اتحاد الكوره المصري. تم الاعتراف بعد كده بالاتحاد المصري في الفيفا سنه 1923، ودخلنا كمان الاولمبياد بعد كده سنه 1924 في باريس، وكمان دخلنا كاس العالم 1934. في نفس السنه ديت اللي هي 1921 بدات كمان بطوله كاس مصر، وفي البدايه برضو اللي كان مسيطر عليها النادي الاهلي والزمالك. وقتها ما كانش في حاجه اسمها دوري عام، كان في حاجه اسمها دوري المناطق، يعني مثلا منطقه القاهره، منطقه اسكندريه، منطقه القناه، وكمان منطقه الصعيد. كان من ضمن الاسباب ان هي كانت متقسمه مناطق صعوبه الانتقال ما بين المحافظات وزياده تكلفه الموضوع دوت. سنه 48 وبعد الحرب العالميه الثانيه ما خلصت بدات الكوره ترجع واحده واحده للعالم كله. وقتها فكر الاعلامي محمود بدر، وهو كان صاحب فكره انشاء الدوري المصري، ان يكون في دوري مصري وطني يضم الفرق المصريه كلها في كره القدم. اللي دعم الفكره دي كمان محمود حيدر باشا اللي كان رئيس اتحاد كره القدم وقتها. في ناس بتقول ان سبب انشائها كان سياسي عشان يبعدوا فكر الناس شويه عن خساره حرب 48 اللي كان نواه لسقوط الملك فاروق. بدأت البطولة سنة 48 وكانت بتضم 11 نادي فقط، وهم الأهلي، الزمالك، الترسانة، السكة الحديد، الأولمبي والترام والاتحاد السكندري والاتحاد الرياضي اليوناني، الإسماعيلي، المصري، وفؤاد. وحقق النادي الأهلي الدوري في السنة ديت ليكون أول نادي يفوز بلقب الدوري العام. طبعا السجل التاريخي للابطال كلنا عارفينه، النادي الاهلي 45 مره، الزمالك 14 مره، والاسماعيلي 3 مرات، واربع فرق بيتشاركوا المره الواحده وهم الترسانه، غزل المحله، الاولمبي، المقاولين العرب. هبتدي اقول لكم بعض الاحصائيات بتاعت الدوري المصري اللي ممكن مش ناس كتير تعرف. اول لاعب سجل هدف في الدوري المصري هو اللاعب محمد امين، لاعب نادي الزمالك، وسجله ضد المصري سنه 48 بتاريخ 22 اكتوبر. وفي نفس المباراه ديت اللاعب سعد رستم لاعب نادي الزمالك برضه سجل اول هاتريك في تاريخ الدوري المصري. اول لاعب سجل سوبر هاتريك في الدوري المصري هو اللاعب السيد عطيه توتو، لاعب النادي الاهلي ضد النادي الاولمبي سنه 1949. اكتر لاعب سجل هاتريك في الدوري المصري حسن الشاذلي 10 مرات، واكتر لاعب سجل سوبر هاتريك هو اللاعب سيد عطيه توتو 3 مرات. اسرع هدف دخل اللاعب احمد علي كامل لاعب المقاولين، كان في الداخليه بعد 11 ثانيه في موسم 2018-2019. اكتر نادي سجل اهداف في مباراه واحده كان النادي المصري ضد نادي بني سويف، سجل 11-0 ووقتها في موسم 63-64. واكتر لاعب سجل اهداف في مباراه واحده هو الكابتن صالح سليم لما سجل 7 اهداف في نادي الاسماعيلي موسم 57-58. اكتر لاعب سجل اهداف في موسم واحد هو الكابتن حسن الشاذلي لما سجل 34 هدف موسم 74-75. في حاجه غريبه برضه حصلت، ان في سنه 83-84 اللاعب ايمن شوقي لاعب نادي الكروم سجل 8 اهداف بس وخد لقب هداف الدوري. اكتر لاعب حقق الدوري المصري الاسطوره حسام حسن، 11 مع النادي الاهلي و3 مع نادي الزمالك. واكتر لاعب حقق الدوري المصري بصفه متتاليه هو الكابتن صالح سليم والكابتن السيد عطيه توتو 9 مرات متتاليه. طبعا اكتر نادي حصل على الدوري بصفه متتاليه هو النادي الاهلي برضو 9 مرات متتاليه. دوري اللا هزيمه حصلت 10 مرات، 7 النادي الاهلي، مرتين نادي الزمالك، ومره نادي الاسماعيلي. اطول فتره حصلت في الدوري عدم خساره كان للنادي الاهلي 71 مباراه،
في الفتره ما بين 2004 و2007. اكتر نادي هبط هو نادي المنصوره. اكتر نادي حقق انتصارات في موسم واحد 28 مره، عملها الاهلي مرتين. اكتر نادي هزم في موسم واحد كان العاب دمنهور موسم 2014 2015 وخسر 30 ماتش. واكتر نادي يسجل اهداف في موسم واحد كان النادي الاهلي موسم 2017 2018 لما سجل 74 هدف. اكتر نادي تسجيلا للاهداف في موسم واحد هو النادي الاهلي موسم 2017 2018 لما سجل 75 هدف. اكتر نادي حقق نقط في موسم واحد وهو النادي الاهلي لما حقق 89 نقطه في موسم 2019 2020. واقل نادي حقق نقط في موسم واحد نسيج حلوان لما حقق 4 نقط موسم 87 88. حاولت اعرفكم شويه احصائيات عن الدوري المصري بما انه خلاص هيبدا. عرفتكم ان الكوره دخلت مصر ازاي عن طريق الانجليز، ازاي دخلت لنا، وازاي اتاسس اتحاد الكوره، اهم البطولات اللي كانت في البدايه، بعد كده ازاي اتحولت من دوري مناطق لدوري عام لحد ما وصلنا لوقتنا الحالي. كالعاده اتمنى ان اكون فدتكم وزودت لكم معلومات. كان معاكم مصطفى جمال الفوتبول شيف.